فيديو النهاردة موضوع حساس، أتمنى اللي هيدي رأي فيه يكون عنده خبرة في الأمر أو في المشكلة العارضة، وأي رأي أو كومنت خارج هيتم مسحه هو وصاحبه. أنا بنت عندي 18 سنة وليا 2 إخوات أكبر مني وليا أخ أصغر مني. المشكلة في أخويا الصغير عنده 11 سنة. المشكلة لما بدأت ألاحظ أخويا الصغير بيقعد لوحده وهو ماسك التليفون، لما أقول له تعالى اقعد معانا بره مش بيرضى، وبلاقي وشه أحمر. بقول لبابا وماما إنه ما ينفعش يفضل قاعد على التليفونات والتلفزيون كده كتير، وده غلط ومش بيتقبلوا ده مني، وبيزعقوا لي ويطلعوني أنا اللي غلطانة عشان أنا بس خايفة عليه. من كام يوم كده أختي اللي كانت بتاخد شاور، وإحنا عندنا اللي بياخد شاور ده بنخلي الجزء اللي جوه فاضي بحيث إن ياخد راحته من غير إحراج، بس اللي حصل من أخويا الصغير ده صدمني فيه. لما أختي كانت بتاخد الشاور أخويا الصغير قال إنه هيدخل ينام، والبيت كله كان نايم عشان احنا كنا بالليل وما كانش فيه غيري صاحيه عشان لو اختي احتاجت حاجه. فانا فضلت صاحيه واخويا الصغير كان صاحي، بس لما لقى اختي دخلت تاخد شاور قال انه عايز ينام، معنى كده انه هيدخل في الجزء اللي فيه الحمام. فانا قلت له طالما هتنام خلاص خش نام. قال لي هنام، ولما جاليش نوم هاجي اقعد معاك يا ونس. قلت له ماشي. بعد ما دخل بربع ساعه انا كنت عطشانه وانا داخله على اول الصاله لقيت اخويا بيتجسس على اختي في الحمام. المنظر ده صدمني، عملت نفسي ما خدتش بالي اني شفته، وبعد ما سمعت انه دخل على السرير دخلت وراه قلت له انت نمت؟ ما ردش عليا، ولقيته ماسك في الغطا جامد ووشه احمر ومخضوض. فانا قلت له اللي عملته ده ما ينفعش وحرام اللي انت بتعمله ده، وما تقومش تاني من على السرير. ما عملش حاجه غير انه كان بيهز راسه بحاضر، وانا خرجت. بس انا اتصدمت. انا مش عارفه هو بيشوف الحاجات دي على التليفون ولا زمايله في المدرسه قالوا له كده، انا مش عارفه. انا مش واثقه في زمايله اللي في المدرسه بسبب ان هم مش كويسين وبيشتموا الفاظ صعبه، وكذا مره اقول له ابعد عنهم وما تحاولش تختلط بيهم، بس اخويا مش متقبل ده وبيزعق، وبتوصل انه يمد ايده عليا وبيضربني. ولما بشتكي لماما تقول لي عادي بيهزر معاكي. انا مش ببقى متقبله ده، مع العلم انه ما كانش كده، ده كان هادي قوي. والمشكله اني بقول لماما على حاجات غلط بيعملها في السن ده بتزعق لي وتقول لي مالكيش دعوه بيه، هو مع الايام هيتعلم لوحده. وانا مش مقتنعه بحكم اني بدرس علم نفس وعارفه ان مرحله المراهقه هي مرحله اكتشاف لنفسه، مع ذلك مش عارفه ليه شايفه انه غلط. بس انا خايفه عليه لحسن يتعود على كده، والطريق ده كله حرام في حرام، وكمان مع الوقت هيتعود وانا مش عايزاه يتعود على كده. معلومه بقى هو بقى يتعصب كتير قوي، وكمان اوقات مش بيسمع كلام بابا وماما، وانا لما اجي اتكلم معاه بحاول اخليه يختار بحيث انه ما يكونش مجبر انه يعمل حاجه معينه، وبديله الحريه في اطار الحدود. اما بقى عن ماما فهي شايفه ان اللي انا بعمله ده ما يخصنيش وان ده مش دوري، وانا عارفه انه مش دوري، بس انا شايفه ماما مش بتتكلم معاه خالص ولا هو بيتكلم معاها، كل ما اقول لها حاجه عليه تفضل تزعق. فهو بقى بيجي لي يحكي لي انا وبس، وبيخاف من بابا ومن ماما. فانا عايزه اتكلم معاه بحيث انه يفهم اللي بقوله وما يعملش كده تاني، بس انا مش عارفه اقول له ايه، ومش عايزه اقول له كلام كبير على سنه فمش هيديله اهميه ويكبر دماغه. وفي نفس الوقت مفيش حد من اللي في البيت عارف لاني مش عارفه اقول لهم. هقول لهم ايه؟ بس انا وصيت اخواتي الكبار يخلي بالهم منه. انا عايزه اعرف هو بيشوف الحاجات دي في الموبايل ولا لا، وانا مش عارفه اعمل ايه واقول له ايه، ودماغي تعبت من كتر التفكير. ساعديني عشان خاطري انا مش عارفه اعمل ايه. ودي كانت الرساله. طبعا في انتظار ارائكم اللي عدى بحاجه شبه كده في البيت مع اخواته ولاده ايا كان يديها رايه ازاي تتصرف، بس ارجو تكون الاراء حكيمه. لكن انا رايي انه هو فعلا مش دورها، وانها ما ينفعش تتدخل، وانها لازم ترمي الكوره دي في ملعب الاب والام، لان هو كان دورهم التربيه. موضوع التربيه ده يقع على عاتقهم ومسؤوليته تقع على عاتقهم، ومش هينفع تحل مشكله زي دي لوحدها. لازم طبعا تبلغ ابوها وامها وهم اللي يتصرفوا. اذا كانت هتقدر تعمل حاجه بحكم دراستها انها بتدرس علم نفس ويمكن عندها شويه معلومات تقدر تفيد ابوها وامها ازاي تتعامل في الموضوع ده، يبقى تمام. انا مش اول مره اسمع قصه شبيهه لده. طبعا الفضول في السن ده ومحاوله استكشاف الامور دي اللي بالنسبه للسن ده كارثه في ظل تليفونات بتسهل الامر بشكل غير طبيعي. وطبعا وارد جدا بنسبه كبيره طالما بيقعد على الموبايل بدون رقيب انه بيشوف طبعا حاجات مش مفروض يشوفها على الموبايل. ده الى جانب ان في جزء من المجتمع، المدرسه، اصدقائه، لو احنا مش متحكمين كويس قوي ومش عارفين مين هم اصحابه، بيعملوا ايه، اخلاقهم ايه، سلوكياتهم ايه، ده كمان باب مفتوح التحكم فيه صعب. ولكن انا شايفه انها مش مفروض تاخد المشكله على عاتقها لوحدها، لان ده مش دورها في الحياه. دورها ان تساعد ابوها وامها يحلوا المشكله دي، لان هي في الاول وفي الاخر حتى لو هي بتدرس علم نفس عندها 18 سنه اولى مثلا، سنه ثانيه بحد اقصى اولى، يعني مش اكتر من اولى، هي ذات نفسها شخصيتها لسه بتتكون وخلافه. ما ينفعش تاخد دور مسؤوليه في السن ده، وخصوصا ان دي مسؤوليه كبيره المفروض ان نتائجها وواقعها بيقع على البيت كله. فاذا الاب والام هم المفروض يحلوا المشكله دي، هي عليها ان هي تساعدهم فقط لا غير ان هم يحلوها. واذا الاب والام ما عرفوش يحلوا الامر عليهم باستشاري نفسي. احنا دلوقتي المفروض نكون منفتحين على ده، ودورها
بما انها بتدرس علم نفس انها تنصحهم بده، انها تنصحهم ان الولد لو ما عرفوش يتعاملوا مع المشكله دي يودوه لاستشاري نفسي. في اولياء امور كتير ما بيعرفوش يتعاملوا مع المشكله دي، تبقى عليهم صعبه وتقيله، فتمام نروح لحد متخصص يحاول يحل المشكله دي ويشوفها جايه منين ويعالجها صح. وده بقى متاح كل مكان دلوقتي. وهي في انتظار ارائكم، لو حد عدى مشكله شبيهه ويقدر يفيدها ارجوكم ما تبخلوش عليها برايكم. وفي النهايه تنويه اخير، جميع القصص اللي بتجيلي لا يطلع عليها اي حد غيري ولا يتم نشرها الا موافقه صاحبها او طلبه هو شخصيا زي القصه دي. في النهايه كانت معكم فيبي انور، سيناريستيه، ويومكم سعيد.